في فيديو النهارده قررنا نعمل تحدي من النار. والتحدي عبارة عن ان شخص فينا هينزل له حاجات سخنة وشخص فينا هينزل له حاجات باردة. افتكروا مين فينا اللي هيكمل للاخر ويكسب التحدي ومين فينا اللي هينسحب ويخسر التحدي. هنشوفه في الفيديو بتاع النهارده. ودلوقتي يا جماعه المفروض ان احنا هنبدا التحدي في المميت في الفيديو بتاع النهارده، وهو تحدي الساخن ضد البارد. المفروض ان واحد فينا احنا هنبقى اتنين في الفيديو بتاع النهارده، واحد هيطلع هينزل له منتجات سخنه اللي هو ساخنه يعني انت ما تقدرش تاكلها، وفي واحد تاني هينزل له منتجات بارده اللي هي ساقعه او بارده والكلام ده زي ما انتم فاهمين. قبل ما نقول اي حاجه يا جماعه في الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، عشان خاطر قربنا نوصل 1500 مشترك، وباذن الله نوصل 10000 مشترك و100000 ونحقق الارقام العالميه والقياسيه وكله يشوفنا باذن الله. ومعانا النهارده يا جماعه في الفيديو بتاع النهارده هو شخص واحد معانا في الفيديو بتاع النهارده، المحبوب نجم اليوتيوب اسماعيل اخويا. حلو على صوت احلى مسا عليكم يا اخوات. والنهارده تحدي ساخن ودي دلوقتي يا جماعه المفروض ان اسماعيل هيطلع بدور المنتجات البارده، هينزل له منتجات بارده، انا هينزل لي منتجات ساخنه اللي هي حاره او ساخنه، وهو بارد اللي هو بارد او ساقع. تمام، يلا بقى نخش على الفيديو. ودلوقتي يا جماعه المفروض ان اسماعيل هيجي له كيس اندومي بارد زي ما انتم شايفين بالخضار، وانا هجي بالخضار برده بس خضار حار. هو بارد يا جماعه، هو طلع بدور البارد فانا جبت له خضار عادي. تمام، بس انا جبت له خضار حار هيبقى حار وساخن في نفس الوقت. تمام، كان نفسي اكون جاي لا انت انا جبت له الطبق اللي مش عارف يا جماعه، هو كده كده هاكله من غير طبق، بس عايز تفضيه الطبق عادي، عايز تفضيه الطبق اوري الناس. لا انت مش عايز تفضيه الطبق، اركن الطبق على جنب وكله كده. انا هحضر المنتج بتاعي دلوقتي يا جماعه. انا بكسره ليه؟ انت هتكسر بحياتك دلوقتي يا جماعه. المفروض ان احنا هنوقف على ما الاندومي يستوي ونرجع لكم تاني. دلوقتي يا جماعه بعد ما الاندومي استوى، دلوقتي المفروض ان اسماعيل نخلص الكيس بتاعه مستنيه الاندومي على ما يستوي زي ما انتم شايفين يا جماعه. هننزل بقى بالتوابل. المفروض ان ده هيبقى ساخن. تمام، ولسه ساخن يا جماعه زي ما انتم شايفين. لسه دايما ما بيخسرش. خلصت طبقك اسماعيل ولا لسه؟ انا لسه بعمل. لو فيهم حبه نبقى نتدلع فيهم. يا جماعه دلوقتي يا جماعه بعد ما خلصت اهو زي ما انتم شايفين، خلصت الاندومي وعكيت الدنيا حوالينه، بس لسه ساخن يا جماعه زي ما انتم شايفين. يا جماعه ساخن قوي يا جماعه، يا نهار ابيض، حاطط ميه كتير قوي عليه. دلوقتي المفروض ان انا هبدا. بسم الله. المفروض اللي هيخلص الاول يبقى كده هو كسبان الجوله. والله بسم الله. يا نهار ابيض على الحراره، حر قوي يا جدعان وساخن، حر قوي وساخن، مش عارف اكل. اسماعيل هيكسبني الجوله دي يا جدعان. لا يا رب تلاقي شط طلع ساعات. يا نهار ابيض، انت عملت استجابه اسماعيل شفايفي. لا يا رب تستسلم. مش هستسلم، ميدو فلوكس ما بيستسلم، وانتوا عارفين يالس غطه بسبب اللي انا باكله ده، بس كله علشان خاطركم. فيا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب. اسمعوا يا جماعه، مش عارف انا. احنا ناكل بحبه صغيرين دايما، ناكل بالكبش. انت خلاص اهو يا جماعه، انت خلاص. يا لهوي يا جدعان وربنا ساخن، نفس الوقت حر جدا مش قادر اقاوم، بس كله عشانكم وكتاب الله. لسه يا جماعه زي ما انتم شايفين اسماعيل الكيس بتاعه مملي على الاخر زي ما انتم شايفين. الكيس بتاعه مملي على الاخر. يا نهار ابيض، استسلمت. يا عم شفت الكيس يا عم اتعمل ازاي؟ يس يا جماعه، زي ما انتم شايفين يا جماعه. اصلا كنت هخلص في ثانيه، فاضل حاجات بسيطه يعني معلقه واكون خلصت. تمام، دلوقتي بقى يا جماعه المفروض ان جوله الاندومي خلصت اللي هو الحر، وربنا بق ملهلب ومولع. دلوقتي يا جماعه ده حر وساخن في نفس الوقت، وده بارد وماهوش حر. تمام، دلوقتي المفروض ان احنا هنخش على الجوله الثانيه. يلا بينا. دلوقتي يا جماعه المفروض ان ثاني جوله اللارش زي ما انتم شايفين هي سخنه من جوه، احنا سويناها تمام وحطيناها في الكيس، وهي بتاعته ناشفه زي ما انتم شايفين يا جماعه، ناشفه زي المستشفى زي ما انتم شايفين. يا لهوي ناشفه وساقعه. يا جماعه تعالى انجز يا ابني.
دلوقتي يا جماعه مش عارف افتحها اصلا. زي ما انتم شايفين يا جماعه البزبزه والبلزلزه. يلا يا اسماعيل كل ابدا، يلا بسم الله. المؤاخذة يا جماعه الحواسه اللي احنا بنعملها دي بس كله علشانكم حتى ربنا. اسمعنا اخلص قبل يا جماعه. ربنا يكسب ربنا يكسب يوسف. دلوقتي يا جماعه المفروض ان انا حطيتها كلها في بق واحد من هو كان لسه باكلها. يلا شايفنا تاني جولة يخسرها اسماعيل، وزي ما انتم شايفين بقيت لحوس ازاي. دلوقتي المفروض ان احنا هنرتب بقى واخر جولة الجولة الثالثة وهي جولة المشروبات. يلا بينا. ودلوقتي يا جماعة زي ما انتم شايفين اسماعيل نزل له بتاع ساقع مشبر يا جماعة محطوط في الثلاجة بقاله 3 ايام مستناه عشان ينزل عشان الفيديو ده. تمام؟ نعم يا حبيبي كده سامعني. الشوكليت يا دين خد شوكليت يا جماعة، مش قادر امسكه من السخونية. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا ابدأ 3 2 1. ساقع ولا ايه؟ انا ما اعرفش يا حبيبي. ساقعة يا جماعة. ايه الحلاوة دي؟ سناني رجالة. بكمل مش عارف اكمل الهوت شوكليت ساخن قوي في نفس الوقت يا حلو لهوي. فبيغريني ان انا اشرب كمان. سناني مش هستسلم. جامد قوي يا جماعة وسكري. لو اقول يا كده لهوي لو انا بتاعك كده كهربا. دوق انت الهوت شوكليت كده عشان سنانك تتبهدل. انت اللي سمعتك الجهل. يا نهار ابيض سناني سناني سخن مولع. سناني يا جماعة. يا نهار ابيض اول ما شربت البتاع ده سناني الكهرباء تسخن بعدها ساقع. حرام يا لهوي. سناني بذمة الله بقولها بالرحمة والمغفرة. اوه قربت اخلص يا جماعة زي ما انتم شايفين. يا لهوي نص الكوباية طلع. ايه ده؟ ده حاجة غلط. شتت سناني تتحرق. بطني اتكوت بطني. انا بخلص. مش قادر وربنا بطني. زي ما انتم شايفين يا جماعه بعد كل ده وكتاب الله يا جماعه وقسما بالله ساخن قوي وده بيشبر والله العظيم ما بكدب عليكم. كده يا جماعه نحب نقول لكم ان 2 ليا 1 لاسماعيل اللي خسر التحدي وانا اللي فزت بالتحدي. فبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده. ولو انت زي ما انتم شايفين يا جماعه اسماعيل عامل ازاي، ولو انت مش مشترك في القناه انزل اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام.